بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة. يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. واللي أول مرة دخل القناة نقولكم مرحبا بك، مرحبا بك في قناتك. إن شاء الله تستفاد وتفيد. ونشكر كل المتتبعين تاعي، نشكركم جزيل الشكر. قبل ما نبدا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كيما راكم تشوفوا ان شاء الله، كيما يقولوا العام عام خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم هذا الوصفه تاع آه، ال- تاع الحجل هذايا. يتربى في الدار، ماشي داك اللي يصيدوه برا تاع البري، هذاك هذا تاع اللي يتربى في الدار الحجل. كيما راكم تشوفوا اللحم تاعها داير كيما اللحم تاع اللي ناكلوه، اللحم تاع الخروف، اللحم تاع الدانت، يعني احسن. فيه بنه، يعني بنه وحدها كيما راكم تشوفوا. شلتها ونقيتها وشويتها، نحيت لها الشعر تاعها، وشوفوا اللحم تاعها احمر، ماشي كيما تاع الدجاج ولا بنتو، يعني بنتها. ولكن كاين بعض الناس بزاف اللي ما ياكلوش الدجاج هذا تاع العرب، ولا الوز، ولا كما يقولوا البراك، ولا هذا الحجل هذايا. هذا الحجل هذا بنتو طبع اخر. يعني انا ذقت هذاك اللي يصيدوه وذقت هذا، يعني بنتهم ما شاء الله. كيما شفتوني نقيتو، هذه ماني راح نطيبها، ما ولا راح قال لك نقليها، قليها لي كما يقولوا، حمريها لي. غادي نحمرها في المقله. ودرت لكم بعض المقتطفات برك تاع يناير. انا ما درتش يناير في الحقيقه، بنتي جابت دارت هنا عندي، عرفتني باللي ما نديرش وراني شغل نقصتني حاجه. المهم بلا ما نحكي ونترحموا على بنتي، ربي يرحمها ويوسع عليها، ونترحموا على امواتنا واموات المسلمين جميعا، ونترحموا على امواتنا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان. كما راكم تشوفوا انا درت هنا غير شويه كمون، شويه فلفل كحل، وشويه ملح. هذا واش درت. ودرت التوابل تاع الدجاج هكذايا. راني راح دخلتهم كامل في هذاك اللي حليته كامل هكا في الدجاج، باش يدخل يشربوا مليح مليح. ومن بعد نخليها واحد 10 دقايق 5 دقايق تشرب، ومن بعد نديرها في الزيت تنقلها غير بتي فو. حبيباتي هذه نورمالمون طيب، ومن بعد باش تحمصي تقليها، باسكو علاه تشد في الطياب شويه، ماشي كيما الدجاج غير ديريه في الزيت يتنقلها، هذه تشد في الطياب. خضرت لي واقيلا قريب ساعه ومعاها بات خلاها طياب. المهم درتها على نار قليله في الزيت، وخليتها تتنقل غير بشويه بشويه، من عطيت لها الوقت الكافي تاعها. وهنا ربطتها خفتها لا تهرب من المقله، الو ربطت لها رجليها هكذا باش ما تنتحلش، وباش ما تتفتتليش هكذا، باش تقعد هي يعني شاده روحها. اربطها هكذا حبيباتي، دائما نربطوا الدجاج تاعنا باش ما يهربش. والحاجة المليحة، الحاجة اللي ما نحبهاش في الدجاج أنا العنقيق. العنقيق هذا ربطته ثاني باش ما يدخل يدخل المقلاة. وقلت لكم درتها على نار قليلة طيب غير في عقلها، وتحمرت وجات ما شاء الله. ولكن كي حطيتها ما حبوش ياكلوا الدجاج. قلت لكم كاين بزاف اللي ما ياكلش الدجاج تاع العرب. خليتها تريح، قلت لكم بعد ما شربت هذيك الدرسة كامل ربطتها هكذا ودرتها في مقلاة نقلة، خليتها يعني طيب في راحتها. وهنا بنتي كانت مع العشاء، هي اللي وجدته، هي اللي حطته، هي اللي وسد، انا ما قدرت ندير والو. على كل حال على بالكم هذه واسمو لازم له كما يقولوا المنمه، ولكن والله ما قدرت ندير قدي. المهم بنتي هي طيبه العشاء، ربي يجازيها ان شاء الله، وهي حطته هي وسد. انا قلت لكم درت لهم واحد الكيكه، والله ما قدرت نكملها لهم العشاء تاع مولي، عييت والمورال هابط. المهم الحمد لله، الحمد لله على وشطنا ربي سبحانه، والحمد لله على اية حال. وهنا بعد ما ضربت هذيك الحجرة تحمرت الله الله، زدت حمرت هذاك شوية تاع الدجاج معاها. هكذا اللي ما يحبش ياكل الدجاج ياكل هذيك الحجرة، واللي ما يحبش ياكل الحجرة ياكل الدجاج. كلا الدجاج، واللي كلا هذا واسمها كلاها. المهم كاين اللي ما عجباتوش، ما يحبوش الطيور تاع كما يقولوا تاع العرب، يحبوا غير والفول الدجاج هذا، الدجاج تاع برا. المهم والله غير الدجاج تاع الدار تاع العرب تاع بكري فيه بناخ، يعني واحده اخرى فيها ذوق وفيها بنه. حنا درنا شويه تشخشوخه، كاين اللي ياكل التشخشوخه، وكاين اللي ما ياكلش الرشته، وكاين اللي ياكل الرشته وما ياكلش التشخشوخه. المهم درنا شويه تشخشوخه شويه رشته، اللي يحب ياكل التشخشوخه درنا له التشخشوخه، واللي يحب الرشته درنا له شويه رشته. كما راكم تشوفوا درنا شويه دجاج، هذاك الدجاج بعد ما حمرته مع هذيك الدجاجه، مع هذيك كما يقولوا الطير اللي طيبته.
غير باش نفرحوا الدراري هنايا. وهنا كانت بنت بنتي الله يرحمها، هنايا بنت بنتها، يعني بنت بنتها الله يرحمها كما يقولوا، هي جدتها راهي ماتت الله يرحمها وانا عوضتها على الجده. المهم بنت بنتي جات دارت معنا هنايا يناير، مع بنتي وولادها. هذه هي، وبنتي واحدة أخرى كانت عندها العرس، وواحدة ثاني كنا درنا ثاني عندها يناير عرضتنا. المهم هنا في داري جات بنتي على الغفلة، قلت لك جابت اللوازم تاعها وجابت ولادها وجات بنت بنتي ثاني جابت بنتها، وداروا يناير هكذايا كما يقولوا الملمة. الملمة هذه تاع الجدود هذه ما جا بها لا قرآن ولا حديث، ولكن برك باش نفرحوا برك وليداتنا نداوها عادة. هذه هي ما فيها لا حرام ولا حلال، ما هي محطوطة لا في القرآن ولا في الأحاديث، بالحارة باش نلموا العائلات. هذه هي، كل عائلة مع عائلة تاعها، تعرض ولادها، تعرض عرايسها، تعرض بناتها، تعرض خواتاتها. هذه باش كما يقولوا المنمة ربي يحبها. هذه هي المنمة، وكما يقولوا ترحموا في الدنيا يرحمكم في الآخرة إن شاء الله. وهنايا درنا لهم شوية لاتاي. قلت لكم ماشي انا اللي درت، بنتي مسكينه ربي يجازيها، هي اللي حطت وهي اللي دارت، ومع حشيه عيات مسكينه. جابوا شويه هكذا حلويات، وجابوا شويه مكسرات وقعدوا مع جدهم وقعدوا مع باباهم. المهم هذه هي، قلت لكم بعض المقتطفات برك جبستها لكم هكذايا من العاده والعوايد. ودرنا شويه لاتاي شويه سهرات. هذه هي، ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم السهرة تاعي. هنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.